وللتشطيف الداخلي وللنظافه وازاله الافرازات كلها اللي بتضايقنا. هقول لك دلوقتي تعملي ايه. هتجيبي معلقه شبه مطحونه، معلقه شبه من عند العطار كده. هتحطش عليها معلقه من الكربوناتو بتاعه الفلافل اهو كده. معلقه تكون مليانه كده. الكربوناتو ده سحر يا جماعه. لو عندك هرش، لو عندك افرازات ريحتها وحشه، لو الريحه مضايقاكي، لو عندك حكه، عندك اي حاجه، الكربوناتو دوت رهيب. والشابه بتعمل على تضييق المكان ده. هقلبها بقى كده. بس دول مش هتشطف بيهم كده، دول هحط رتل ميه سخنه دافيه يعني تستعمليها، وهحط عليها معلقه كبيره من المكون ده او البودر ده، وهقلبها كويس جدا جدا بايدي او باي حاجه يعني هتقلبيها تضمني ان هو خلاص داب. وبعد كده تتشطفي بيها. يبقى احنا عملنا الاول التليين عشان ما تتوهوش مني. عملنا الاول تليين بصابونه كده نمشيها على المنطقه اللي احنا عايزين نقشرها، او الشاور جيل بتاعنا هنحط منه كميه كده. هنسيبها دقيقتين 3 كدهوت. بعد كده هنستخدم السكراب اللي احنا عملناه. بعد السكراب الجميل دوت كله اللي هيشيل الجلد الميت، لو هنعمل ازاله شعر هنعمل. وبعد كده لو عملت خلاص ازاله شعر خلاص يبقى السكراب. وبعد كده المره الجايه تبتدي تعملي الاول السكراب قبل ازاله الشعر. وبعد كده هناخد البودره دي هنحط منها معلقه كبيره كده في رتل ميه سخنه دافيه يعني على قد ما تستحمليها. وكمان هنتشطف بيها. هنغسل بقى من جوه ومن بره زي ما احنا عاوزين بالبودر دوت. وشوفي النظافه، وشوفي هتزيقي ازاي من جوه كده، ومن بره هتبقي فله كده شمعه. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد من حلو وحادق مع المساء. باي.